السلام عليكم ورحمة الله. وخيتنا جايتنا من الهضبة قالت عندي لمبة تشك وعندي صرفية في البنزينة. طبعا هنا قالت لما شافوا لي السيارة قالوا لي ما فيها شيء وكل شيء تمام. المشكلة كلها باني طلعت قائمة في الكمبيوتر. شنو عطيني شماعي الكربون هادي والجهة الداخلية لولات الزوز عطيني سلو ريسبونس، يعني الاستجابة متاعهم ماهيش ممتازة، يعني يبو تنظيف. هذا رقم واحد، وهذا أكثر شيء مسؤول على شني، على صرفية البنزين. رقم اثنين تنظيف حساس الهواء. طبعا حساس الهواء لقيت القراءة متاعها في الوقت الحالي قريب توصل 70، وبيدير لي حتى هو هنا قلة جهد في السيارة والطلعة تطلع مش كويسة. طبعا هذا حساس وهذا الحساس ياخذوا يتنظفوا الزوز حساسات الهواء. شبولة الفرين عطاها في الكمبيوتر سجلناها. شنو عندنا هنا؟ عندنا البوابة ما هيش نظيفة مسخة كيف ما تشبحوا فيها حشاكم، ولكن المشكلة مش في البوابة، المشكلة في الفرشاتي. هذا الفرشاتي هذا المفترض انه فيه زل 10 قروش، هنا في رنديلة صغيرة المفترض انها تسكر، فهنا شاحطينها للأخير وهي اصلا مش قايمة بالوظيفة متاعها. شنو عندنا غيرها؟ عندنا تغيير الشماعي. بالله شوفوا الشماعي توادم شماعي كويسات، شوفوهم تسريب والدنيا واكله الدنيا باعثه في الشماعي. الشيني اللي بتحرقه وبتخلي لي صرفيه زايده. تغيير فلتر الهواء، هذا فلتر الهواء وهذا التراب. ويلوم على وليد جموم يقول لك يطلع لنا في قائمه. القائمه لما تطلع يا حبيبي يا اما طلعت لي في الكمبيوتر يا اما طلعت لنا قدام العين، وهذا كلها مشاكل السياره تحتاجها. فنسال الله ان ربي يبارك لنا ويبارك لكم. نقول لكم اللي يصلي على الحبيب المصطفى يربح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.